هل عدم الأمان وصل للأصحاب بينهم وبين بعض؟ يعني احنا دايما أنا عايزة أتكلم معاكم في حاجة. صباح الخير الأول، ربنا يسعد صباحكم ويجعل يومكم كله رزق. قولوا أمين، اللهم أمين. يعني احنا دايما بنوصي أولادنا لو عربية معدية ملكيش دعوة بيها، لو حد سألك حاجة ما تجاوبيش، ما ترديش على حد في الشارع، لو حد قالك تعالي يا حبيبتي ما اعرفش ما تسمعيش كلامه وامشي وسيبيه. بس هل يعني قصة النهاردة حسستني، هل احنا وصلنا لمرحلة ان الاصدقاء يخافوا من بعض؟ الزمايل يخافوا من بعض؟ بنوتة واخوها متواجدين في البيت، وجارتهم يعتبر بنوتة في سنهم او اصغر منهم شوية، وطبعا عارفين بعض، والبنت الضحية مش مدية خوانة، دول جيراني وفي بيت واحد فمش مدين خوانة. المهم الولد اخو البنوتة طالبة في ثانوي، بعتت اخوها اللي في اعدادي حوالي 13 14 سنة ينزل لجارتهم وصاحبتها في شقتهم يقول لها تعالي كلمي اختي عايزاكي دلوقتي. في البنت طبعا بمنتهى المصداقية ومنتهى النوايا السليمة الطيبة ما ادتش خوانة، راحت لصاحبتها اللي هي جارتها. يحصل ايه؟ يحصل ان الامان ده يتحول لغدر، يحصل ان طالبة في ثانوي واخوها يقتلوا جارتهم طفلة عندها 13 سنة عشان خاطر موبايل او عشان خاطر حلق، وبعد كده يخنقوها بسلك الشاحن يموتوها، وبعد كده ايا كان يتخلصوا من الجثة ازاي. يعني انا سمعت ان هما تخلصوا من الجثة رموها من فوق سطح البيت او العمارة علشان يبان ان البنت يعني ايه ما اتقتلتش، ان البنت وقعت من فوق، بس طبعا اثار الخنق بالسلك موجودة. يعني انا مش مصدقة ولا مستوعبة بنت في ثانوي لسه اطفال بريئة باخوها كل ده، كل ده يجي في دماغكم؟ هل عدم الامان وصل للدرجة دي حتى بين الاطفال وبين بعضيهم؟ ما نخليهمش يثقوا في بعض. عايزين نحاول على قد ما نقدر نربي اولادنا يا جماعة ونحافظ عليهم ونعلمهم الحرام